بدون عجن أو تخمير وبدون ما تلمس العجين أبدا. هحضر معاكم اليوم فطيرة إشي من اللي بيشتهي قلبكم. فيلا جاهزين؟ هاتولي حبتين بطاطا و10 دقايق من وقتك يا مدام وكل شي بيكون جاهز. فكالعادة أحبائي خلينا ننزل على التعليقات، نصلي على الرسول، أكسب أجر أنا وإنتو. بتمنى تضغطوا لايك لو أنتم عم تحضروا بالفيديو، بكون كتير ممنونة لإلكم. بشرفني كتير أعرف من أي بلد بتتابعوني، كتير بحب شوف تعليقاتكم الحلوة وأتعرف عليكم من أي بلد. خذوا الفيديو مشاركة على صفحاتكم حتى ترجعوا له وقت تحتاجوه، ونقول بسم الله ونبدأ. في البداية وكيف ما عم بتشوفوا معي عندي هون حبتين من البطاطا أو البطاطس حجم متوسط. كل شي عملته إني قطعتهم لمكعبات صغيرة. بعد هيك بحطهم بطبق وبضيف عليهم مي سخنة بتغلي، بنقعهم لتبرد عندي المي، يعني ما يقارب 10 دقايق، وبشيلهم على جنب. عندي هون 3 حبات من البيض، وأكيد فيك تستكفي بحبتين بكفي. رح أضيف عليهم كوبين من الحليب بدرجة حرارة الغرفة، أو من المي مع 3 معالق من الحليب المجفف كمان بصير، مع إضافة ملح وفلفل أسود حسب الرغبة. رح أخفق كل المكونات مع بعض كيف ما عم بتشوفوا ليندمج عندي الحليب مع البيض. رح أضيف عليهم 2 كوب فقط من الطحين اللي أنا مستخدميته طحين متعدد الاستخدامات، والكوب اللي أنا استخدمته كوب مقاس. دمجت الكوب الأول كيف ما عم بتشوفوا معي، وأول ما بيختفي معي رح أضيف الكوب الثاني مع إضافة معلقة كبيرة مليانة من البيكنج باودر، ولو مش متاح عندك بيكنج باودر أكيد بتقدري تستخدمي نص معلقة صغيرة من الخميرة الفورية كمان بصير. كل الهدف من إضافة الخميرة أو البيكنج باودر لحتى نطري العجين. دمجت كل المكونات مع بعض كيف ما عم بتشوفوا معي، والمفروض يكون عندي العجين أتقل من قوام الكيك، يعني مش المفروض يكون معاكي مرق ولا تكون معاكي العجينة تقيلة كتير بالشكل والطريقة الواضحة قدامكم. فممكن يعتاز معاكي الطحين لحد 2 كوب ونص من الحليب كمان بصير. ضفت على العجين شوي من الزيتون الأسود، شوي من البقدونس، وحبتين البطاطا اللي نقعناهم في البداية. طبعا الهدف من نقع البطاطا بالمي السخنة وما بنغليها أبدا لحتى تطرى معنا وتستوي بالفرن وتطلع ما أحلاها. رح أضيف 3 معالق مش أكتر من هيك من الزيت النباتي أو زيت الزيتون لو بتحبوا. كل المكونات ضفناها خلط بخلط، ومش محتاجة أعجن أبدا، حتى كمان مش محتاجة تخمير. مباشرة أول ما بخلصها بجهز للصينية اللي رح أستخدمها. عندي هون صينية مقاس 28، ويفضل الصينية تكون غير لاصقة. دهنتها بمسحة بسيطة من الزيت كيف ما عم بتشوفوا معي. وأنا دايما العجائن بشكل عام بحب أضيف بالصينية رشة بسيطة من السميد الوسط أو الخشن. ضفت رشة بسيطة من السميد، ورح أضيف العجين وبدخلها على الفرن مباشرة. العجين صبايا هاي ما برفع نركنها أبدا، خلصتيها بنستخدمها وبندخلها على الفرن مباشرة. في حال بدك تركنيها بتأجلي إضافة البيكنج باودر لآخر مرحلة، يعني قبل ما تدخليها على الفرن بشي بسيط. دخلتها على الفرن على الرف الثاني من تحت، درجة الحرارة عندي على 250. بعد هيك بعد 5 دقايق بنزل الحرارة لل 180 لتتحمر عندي من تحت، وما بتاخد معكم وقت. خلي عينك عليها مثلها مثل الكيك تقريبا. حمرت وجهها اشي بسيط. بعد هيك بضيف لها كمية منيحة من جبنة الموزاريلا، واكيد بتقدروا تعملوا ميكس اجبان ولا اطيب من هيك، وما بتحكي لا ابدا. لو حبيت تضيفي على جبنة الموزاريلا رشة من السمسم، رشة من حبة البركة، بتعطيها شكل بشهي. حمرتها بهذا الشكل لدابت معي الجبنة تماما، وبزينها بالبقدونس. وشو بدي احكي لكم؟ لاحكي لكم على طعمها اللي بياخد العقل. ضروري انكم تجربوها. وعلى فكرة لو دخلتوا عندي على الصفحة رح تلاقوني عاملت لكم كمان طريقة، ما بعرف اذا شفتوها او لا، لفطاير بدون عجين او تخمير، كمان بحشوات مختلفة. فيكم اكيد تاخدوا فكرة. شوفوا لي على منظر هالفطاير اللي بياخد القلب. صدقوني يا صبايا هي مش معتازة اكتر من كاسة شاي وشوية مخللات، ودوقوا وادعوا لي. بتنفع فطور وبتنفع عشاء، ولو حبيتوا تقدموها غدا ابدا ما بتحكي لا. احبائي الف صحة وعافية مقدما. كنت معكم انا ملك عبد العال، دمتم بألف خير. بشوفكم على خير وباي باي.